بنور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء، وفقه العقيدة من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما. السلام عليكم. وصفه ضيفنا بالتسرع في التبديع والتعالي على النقد ودعوى الانفراد بالحق وادعاء اليقين. هادئ السمت ينأى بنفسه عن السياسة، ويشكل منذ سنوات متراسا شرعيا ضد تكوين الجماعات والانخراط في البرلمانات. فهل فاجأ هذا الخطاب منتقديه حين تقاطع مع الربيع العربي بخطاب سياسي استباقي؟ هل نحن إزاء تشكل جديد لخطاب سلفي معاصر؟ وماذا عن السلفية السعودية؟ بعد أن كانت الملهم، هل ستتراجع لصفوف المشاهدة؟ إشكاليات الخطاب وتفاعلات المعاصرة وتحديات المستقبل. الخطاب السلفي والربيع العربي عنوان حلقة اليوم من فقه العصر، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور حاتم الشريف الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياك الله يا مرحبا. وحياكم الله في حلقة من حلقات برنامج فقه العصر. الموضوع عن الخطاب السلفي والربيع العربي، ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الشائك، لا شك أن هناك حدثا خلال الأيام الماضية شكل، لا أقول محليا بل حتى دوليا، انطلق قبل أيام ليصبح حدثا مهما تجاه أحد الشباب أبناء هذا المجتمع المحافظ. التساؤل عن حمزة كشغري اللي أصبح علم في أيام التجاوز والانحراف وشكل المعالجة. أود أن نعرف منك كيف تقرأ هذا التجاوز من ابن بيئة محافظة كالمملكة العربية السعودية، بل وحتى مدينة جدة القريبة من مكة المكرمة. كيف يمكن أن ينشأ مثل هذا الجيل، وكيف عالجنا نحن كمجتمع وخاصة مجتمع المتدينين في تعاطيهم مع هذه الحالة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الحدث كما ذكرت كان حدث مؤثر وجيش المشاعر في المجتمع السعودي، بل في المجتمع الإسلامي نستطيع أن نقول. ومع أنه يحدث مثله كثيرا في بلدان أخرى من خلال وسائل الإعلام والصحف ووسائل معلنة أكثر حتى من تغريدة في تويتر أو كذا، لكن كونه في المملكة العربية السعودية ويخرج أيضا بهذه المصادمة الصريحة لقطعيات الشريعة، لدرجة التشكيك في وجود الله، لدرجة التشكيك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنها وصلت حد كبير جدا حقيقة من شناعة العبارات التي قالها ومن صدورها من مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي. فالخطأ الذي وقع فيه حمزة كشغري لا شك أنه خطأ كبير جدا، بل لن أستبق الأحداث إن صح التعبير، لكن التوصيف الفقهي له أنه كفر وردة، هذا لا يختلف فيه اثنان الحقيقة. صار فيه أيضا حقيقة تجاوزات كثيرة ممن يعارضون أو يطالبون بعقوبة حمزة كشغري، تجاوزات غير شرعية. مثلا الكلام عن قضية نسبته وأنه ليس بسعودي الأصل مثلا، هذا كلام جاهلي حقيقة، ليس من الشريعة في شيء، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام. ونحن مؤمنون ومسلمون ونعرف أن كل شخص في البشرية كلها إذا كان مسلما فهو أخونا في الإسلام، ولا تمييز عنصري عندنا. ومن يدافع عن رسول الله لا ينبغي عليه أن يلتزم منهجه، ويلتزم منهجه بالعدل وترك التنابز بالألقاب وبالأنساب وما إلى ذلك. أيضا صار فيه استباق للمحاكمة في قضية أنه لا تقبل توبته، تقبل توبته لا تقبل توبته. يا جماعة خليه يحال المحاكمة وتحكم فيه المحكمة تنظر، لأن نحن نعرف أن الردة ليس كل مرتد الأصل في المرتد أن تقبل توبته، إلا في حالة خاصة وقع فيها خلاف، وهو شاتم النبي عليه الصلاة والسلام. هل تقبل منه التوبة بمعنى هل تذب عنه الحد أو لا تذب عنه الحد؟ توبته بينه وبين الله عز وجل لا شك أنها تقبل من أي شخص، وهذه حدث فيها خلاف، وهذه أيضا وقع فيها خلاف. ومع ذلك ما وقع من حمزة يستحق النظر وجهات النظر، وسيحال للمحكمة والمحكمة تحكم فيه. لا داعي، وصدر الأمر من خادم الحرمين الشريفين بحالة للتحقيق، وينبغي أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. وبلغنا أنه سيسلم للمملكة بعد هروبه من المملكة، وسينتهي الأمر إلى محكمة. نرجو أن تكون المحكمة محكمة عادلة، ولا يصبح هناك رأي عام ضاغط على رأي القضاة، بل ينبغي أن تكون محكمة عادلة تبتعد تماما عن الرأي الضاغط وتحكم فيه بما يدين به القضاة
الله عز وجل في تطبيق شرع الله عز وجل عليه. الحالة النفسية تعتقد أنه يمكن تشكل رأي عام ضاغط على القضاء؟ لا شك هذا شيء طبيعي، لكن ينبغي على القاضي أن يكون بعيد عن هذا تماما، وأن يطبق ما يراه صوابا حسب اجتهاده الشرعي. طيب خلينا نبدأ ونعود، وإن كان هو جزء أيضا ربما كما قلت يعني جزء من الخطاب الشرعي اللي يمكن نتحدث عنه اليوم، خطابنا عن الخطاب السلفي، وحديثك أنت ربما هو الذي فتح لنا بوابة الحديث بشكل أعمق في هذه القضية. أنت كان لك حوار أجريته قبل أيام مع موقع إسلام أونلاين الإلكتروني، وتحدثت فيه أن السلفية المعاصرة كما أقرأ نص حديثك تحتاج إلى مراجعات علمية وأخلاقية، من بينها التسرع في التبديع أو التكفير، وترك التعالي واعتقاد الانفراد بالحق، وادعاء القطع واليقين في الأمور الظنية. هناك يعني على الأقل شعور لدى تيار معين أن مثل هذه التصريحات ومثل هذا النقد المباشر وأحيانا أيضا يقال الجريء للسلفية المعاصرة هو جزء من تيار هجومي بدأ يجد نفسه الآن في ظل انفتاح ثورة التقنية والتواصل العالمي. إيش تقييمك وتقديرك لمثل هذا الرأي؟ أولا الحقيقة أنا يعني معروف بتوجه السلفي، وأنا ما زلت أقول أنني سلفي التوجه والمنهج، فهو إن قلت هذا الكلام فهو نقد الذات للذات، نقد ما اعتدنا عليه في العالم العربي، لكنه مهم جدا حقيقة. أنا طبعا أتكلم كما ذكرت أنت الآن في النص عن السلفية المعاصرة، ولا أتكلم عن السلف الصالح والمنهج السلفي بمعنى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما كانوا عليه. فإن المنهج السلفي الأصيل هذا الذي هو كان عليه الصحابة والتابعين، هذا الذي يسمو إليه ويسعى إليه كل الطوائف الإسلامية المنتسبة للسنة، كلهم ينتسبون للسلف بهذا المعنى، أنهم يعظمون منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فلا مزايدة، يعني حتى هذه من القضايا التي أنا أنتقد عليها السلفية، أنهم يزايدون غيرهم في تعظيم السلف. الجميع يعظم السلف من أهل السنة والجماعة، الجميع يعظم السلف. فهو كما ذكرت لك هو نقد للتيار العام للسلفية، يعني لا يمكن أن أقصد كل السلفيين، لأن أنا واحد من السلفيين وأنتقد، يعني أرى أنه هناك أخطاء، وبالتالي أنتقد التيار العام للسلفية المعاصرة التي أرى أن هذه الأدواء التي ذكرتها في هذا النص موجودة فيهم وظاهرة وتحتاج إلى علاج، وأيضا لا يعني أنها ليست موجودة عند غيرهم، وإنما هو كان الكلام عن السلفية فوجهت النقد للسلفية. يوجد عند غيرهم أخطاء أخرى، الإقصاء عند السلفية أكثر من غيرهم، لكن عند غيرهم أخطاء أخرى ليست موجودة عند السلفيين. فهناك أخطاء عند السلفيين، هناك أخطاء عند التيار الشرعي غير السلفي، مثلا عند الأشاعرة نكون صريحين مثلا، أو عند معتدلي المتصوفة، حتى لا نتكلم عن غلاة المتصوفة. كل الطوائف فيها أخطاء وتحتاج إلى مراجعات وتحتاج إلى تقارب وتحتاج إلى وحدة وتحتاج إلى طيب نعم. احنا مرينا سريعا في حوارك، لكن أنا أتمنى أنه لو بشيء أيضا من التفصيل في أبرز ملاحظاتك الموضوعية النقدية تجاه السلفية المعاصرة. نعم. حقيقة في قضايا يعني منهجية كبرى، من بينها قضية السطحية في النظر النصوص الشرعية. الفقه السلفي للأسف الشديد ابتعد حتى عن الفقه السلفي الحقيقي، يعني فقه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بل حتى فقه الإمام أحمد وفقه شيخ الإسلام ابن تيمية. أصبح يتعامل مع النصوص الشرعية بتعامل سطحي، ينظر للظاهر فقط ولا ينظر لعلل الأحكام ومقاصد الأحكام، بل صار ينفر في كثير من الأحيان من النظر في العلل والمقاصد. طبعا يأخذ بها في أحيان أخرى، لا يعني ذلك أنه لا يأخذ بالعلل والمقاصد، لكن يقع أيضا من هذا في حيز ضيق جدا، وعندما يشعر أنه مضطر لأن يتأول النص بالنظر إلى المقاصد والعلل عندها يلجأ إلى ذلك، مع أن الفقيه الحقيقي هو من ينظر للعلة والمقصد من حين أول تفقهه في النص ليعرف مراد الله عز وجل بهذا النص. فهذه أحد الأخطاء العلمية الكبيرة التي توجد عند السلفية. أيضا قضية عدم التفريق بين خلاف المعتبر وغير المعتبر، وهذا يؤدي إلى الإقصاء. أصبحت أي قضية عندهم ولو كانت ظنية قال بها بعض رموزهم أو علمائهم الكبار الذين يعظمون، وكلنا نعظم علماء المسلمين من كل الطوائف من أهل السنة والجماعة، يبالغون في ترميز هذه الأقوال وجعلها شعارات، يحاربون ويوالون ويعادون عليها. المفاصلة في قضايا فقهية، وفي كثير من الأحيان تكون فرعية أصلا، ليست قضايا من أصول الدين ولا هي قطعية. هو الثوابت الناس متفق عليها العالم، يعني المسلمين ما في شك في هذا، ولذلك هم يبالغون حتى في دعاوى الإجماع، يبالغ يعني القضية التي. هل في أمثلة يمكن نسوقها للناس حتى على الأقل نستوعب بشكل أدق؟ والله أمثلة جزئية تريد يعني؟ نعم، إذا كان في من أمثلة كثيرة جدا جزئية. يعني أضرب مثال، مثلا
في غاية الوضوح، أنا أعتبره آسف لذكره يعني حقيقة لأنه محرج، أنا أعرف أنه محرج لهم جدا. قضية الأخذ من اللحية فيما تجاوز القبضة صدر فيها، وهو رأي الأئمة الأربعة نعم. وعليه مذهب الإمام أحمد، ثم يصدر بيان من اللجنة الدائمة يشنع على هذا القول ويصادر هذا الكتاب على القول بالأخذ، على جواز الأخذ فيما تجاوز القبضة بعد يعني أن تصبح اللحية أكثر من القبضة، أن يرون أن هذا القول يستحق أن، وهو قول الإمام أحمد وقول الأئمة الأربعة كما ذكرت لك. فيعني هذه قضية واضحة ومسألة فرعية، لو أبغى أضرب مثال على مسألة فرعية وجزئية لا تستحق لعله حتى النقاش فيها لضربت مثل بهذه المسألة، ثم يصدر بيان كالبيان الذي صدر في حمزة كشغري في أنه ردة. شوف المفارقة الكبيرة بين مستوى البيانين، بيان يصدر في ردة وكفر مستحق بالفعل صدور بيان، وقضية أخرى فرعية فيها خلاف كبير جدا، ولا أريد أن أقول والراجح هو جواز الأخذ ولا شك في هذا، مع ذلك يعني يصدر بيان بهذه الصورة ومن الهيئة الشرعية السعودية الرسمية. والأمثلة على ذلك كثيرة، لكن هذا مثال واحد كما ذكرت. طيب أنت يعني تعلل ذلك بماذا؟ يعني تفسر مثل هذا، ونحن نتكلم عن علماء كبار من يعني هم رموز العلماء أو الاتجاه السلفي في العالم الإسلامي، تفسر هذا بأي تفسير؟ أي ترجع إلى ماذا؟ والله أنا أظن أنه له سببان. السبب أن له سببين. السبب الأول يعني الخوف على هيبة المؤسسة الرسمية، وأن هناك أحكام مستقرة ويخشون أنه خلي الأحكام مستقرة. ما الذي جعلها تستقر؟ هي القناعات الحقيقية. أنا يعني أذكر لك الآن تفسير. التفسير الأول الخوف على هيبة الهيئة، ويرون أن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة يخشون على أنه لو اهتزت بعض القناعات حول بعض الآراء الفقهية أنه ربما يهز مكانة الهيئة، هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. وهذا خطأ. أنا أعتبر أن كل الناس يعرفون هيئة كبار العلماء ليست معصومة، وأنها قد هي نفسها تغير اجتهادها، وبالتالي لا داعي للخوف من الاعتراف بأنه والله أخطأنا نحن في المرة السابقة. الأمر الثاني أنه قد يكون بالفعل فيه عدم وضوح في بعض الأحيان في التفريق بين خلاف المعتبر وغير المعتبر. ضوابط المسائل التي يجوز فيها الخلاف والتي لا يجوز فيها الخلاف قد تخفى حتى على بعض مشايخنا الكبار وعلماء هذه البلد الكبار، وبالتالي يقع من هذا الخطأ. ولماذا لا نقول أن هذا رأي يعني هو إن كان رأيا يعني خلافيا معتبر، لكن ربما يكون أجمع عليه مثلا الأعضاء هيئة كبار العلماء في لحظة معينة وأرادوا أن يعني يستقر هذا الحكم. وإن أجمعوا إجماعهم ليس حجة وليس ملزما. يعني إجماع هيئة كبار العلماء ليس إجماعا شرعيا يلزم غيرهم أن لا يقولوا غيره، ولا يقول هذا، ولا هم يقولون هذا الكلام حتى أنفسهم. ومن قال هذا الكلام يكون ابتدع رأي في الدين ومنهج في الدين باطل تماما. لا يقول أحد أن هيئة شرعية معينة، يعني فقهاء المدينة السبعة وهم من التابعين شيوخ الإمام مالك إجماعهم ليس إجماعا، مع أن الواحد منهم أعلم من كل من على وجه الأرض في هذه الأيام. أنا لا أفهم فضيلة الشيخ أنه الحديث عن التعالي من سلفية معاصرة يقودها علماء وطلبة علم، ويعني من خيرة يعني رجالات هذه الأمة مثلهم مثل غيرهم حقيقة من التيارات الأخرى، لكن لا أفهم فكرة أن يكون هناك تعاليا من طلبة العلم. فسر لي هذه الملاحظة النقدية من قبلك تجاه السلفية المعاصرة. لا، يظهر التعالي كما ذكرت لك باعتقاد أنهم هم الذين حصروا منهج السلف، هم الذين يتبعون منهج السلف فقط. كثرة ادعاء أن غيرهم يخالف قطعيات الدين وأصول الدين وثوابت الدين. انتقاص العلماء الذين لا ينتمون للتيار السلفي صراحة، مع كونهم علماء أجلاء لهم جهودهم في الفقه والعلم وخدمة الشريعة والجهاد حتى في سبيل الله عز وجل. المعاصرين أقصد، يعني من العلماء المعاصرين. هذه كلها علامات طبعا مع تبديع الطوائف الأخرى السنية، و يعني حتى الجماعات التي هي حركية إن صح التعبير، يعني جماعة التبليغ، وهي جماعة بسيطة يعني كم صدر فيها من الفتاوى ومن الكلام والكتب والكذا. جماعة الإخوان المسلمين كم أيضا فيها من التشنيع والتشديد وإخراجهم عن طائفة أهل السنة والجماعة معا. من الإخوان من هو سلفي أكثر تعصبا للسلفية من بعض السلفيين. فيعني النظر إلى أن السلفية منهج أو تيار يعني تدير مجموعة، يعني ودنا نفهم هل هو منهج يمكن أن يعني يتلبس التبليغيين والإخوان والسلفيين؟ هو الحقيقة أن المنهج السلفي هو منهج وليس تيارا، لكن الواقع الآن أنه أصبح تيارا وحزبا. أي نعم.
رغم أنه من أولويات على الأقل أو على الأقل أبجديات السلفية المعاصرة هي إنكارها، خاصة ما قبل الزمن الربيع العربي، لفكرة الأحزاب ونقدها للتيارات الإسلامية. هي تنكر هذا لكنها وقعت في التحزبات. هي تنكر هذا لكنها وقعت في التحزبات، وهي نفسها، وأنت من أبناء المجتمع ومتابع له تعرف أنه نفس السلفية المعاصرة أصبحت تحزبات، بعضها يبدع بعضا، ويعني وبعضهم يعني يعادي بعض ويصف بأنه مبتدع أيضا، وهذا يقول أنا سلفي وهذا يقول أنا سلفي. السلفية الجهادية، السلفية ما أريد أن أسمي أسماء تنسب هو حقيقة الدكتور، حتى يعني هذه الإشكالية ليست إشكالية سعودية خالصة. أنا يعني في أعتقد أغلب الدول السلفيات منقسمة، التيارات الأخرى لديها على الأقل اجتهادات وآراء، ودائما ما كل فصيل يولد مجموعات أخرى. مثلا السلفية في مصر على سبيل المثال، رغم أنها لديها الآن خطوة يمكن نتحدث عنها ويمكن نفتح المجال الآن بعد الربيع العربي، حدث شيء من التطور. كل هذه المسلمات اللي بنيت أو التراث، وخاصة في الجانب الفقه السياسي إذا أردنا أن نتحدث، لأنه فقه مغلق تماما في خطاباتهم الشرعية، والاستدلالات حاضرة، والموروث أيضا كبير جدا تجاه الذين يتعاطون في العمل السياسي. ربما من أبجديات نقد مثلا حركة الإخوان أنها تقحم الدين في السياسة، أو تدخل ميدان السياسة فتلوث الدين وتحدث تنازلات، أو أنها حركة تستخدم الدين لتصل إلى السلطة. الآن تفاجأنا في لا أقول في أيام ولكن في أسابيع قليلة أنه يتكون حزب النور السلفي، اللي هو فعلا يعني مؤمن بمثل هذه الثوابت والأركان اللي ترد خاصة من السعودية، ثم يشكل جماعة ويعلن عن حزب وينشر برامجه الانتخابية ويصل إلى البرلمان ويبحث عن السلطة. كيف تفسر هذا التحول؟ هل هو قراءة إيجابية لتعاطي وتفاعل مقاصد ربما مع أحداث متغيرة، ولا هناك براغماتية ربما في الأمر؟ أولا الحقيقة الذي حصل بعد الثورات هو فقط تحزب سياسي. التحزب كان موجود لكنه كان تحزبا دينيا، أحزاب دينية قبل الثورات. الذي تطور بعد الثورات أنه أصبح حزب سياسي. الذي أتمناه لا إشكال أن يكون السلفيين لهم حزب سياسي، بل هذا حق من حقوق السلفيين. وتقرأ هذا التطور إيجابيا؟ خلينا أكمل الفكرة. يعني فأصل الفكرة أن يكون لهم حزب سياسي، هذا لا إشكال فيه، وحق من حقوقهم أن يكون لهم ممثلين في البرلمانات أو ينافسوا حتى على رئاسة الدولة في مثل مصر. هذا حق من حقوقهم. لكن الذي لا أتمناه والذي أخشاه أنه ما زال أن كثيرا منهم أو بعضهم ما زال يستحضر في نفسه التحزب الديني، يعني ينافس غيره على أنه هو الدين فقط، وبالتالي ينافس الأحزاب الأخرى كحزب الإخوان مثلا أو أي حزب إسلامي آخر مرجعية إسلامية، أي على أنه هو الذي يمثل الإسلام ويطعن في المرجعية الإسلامية عند الآخر، مع أنه مفترض أن يكون له هو حزب سياسي. وبالتالي قد أكون أنا سلفي وأنتخب إخواني، وقد يكون إخواني وينتخب سلفي. الذي مشروعه السياسي والإصلاحي الاقتصادي والأمني وغيره والاجتماعي والتعليمي وغيره أفضل، أنا مفترض أني أنتخبه من أي تيار كان، خاصة إذا كنا نتكلم عن تيارات وأحزاب ذات مرجعية، كلها ذات مرجعية إسلامية. يعني الهم الإسلامي موجود في قلب كل هذه التيارات والأحزاب. جميل. طيب أنا يعني برضو أحتاج على الأقل ضغط أكثر في هذا المجال حتى أستوعب أنا على الأقل شخصيا والمشاهدين. يعني هناك تراث كما قلنا سياسي سلفي يرفض الأحزاب والجماعات والمظاهرات والاعتصامات. الآن في غضون أسابيع هناك مظاهرات يخرجون فيها، هناك اعتصامات. فكرة يعني طاعة المتغلب لم تعد حاضرة. كيف تقرأ هذا التحول؟ هل هو تحول فعلا؟ في البعض يتحدث، وهذا رأي موجود ربما أطرحه عليك، أن هناك بات الآن خطابان: خطاب سلفي سياسي وخطاب سلفي ديني. والخطاب السلفي الديني ما زال متراجعا في المساجد وبين طلبة العلم، والخطاب السلفي السياسي هو الذي يحضر الآن، وربما هذا يحدث استشكالا مستقبلا. كيف تقرأ هذا؟ لا شك أنه فيه نوع من التناقض حقيقة الواضح، خاصة لو مثلا تبغى تقارن بين السلفية في السعودية والسلفية في مصر. حتى في مصر طبعا هناك أحزاب ما هي براضية عن يعني أحزاب سلفية عن الدخول في البرلمانات، وترى أنه هذا خطأ وليس صوابا. ما زال هناك فكر سلفي يرى هذا الرأي حتى في مصر، لكن بصورة أوضح بين السلفية في المملكة العربية السعودية والسلفية في مصر. يعني مثل ما تفضلت، الفتوى السائدة عندنا تحريم المظاهرات السلمية مطلقا، يعني حتى من دون تحديدها بأن البلد التي تسمح وأنظمتها تبيح هذا الأمر يجوز، والبلد التي لا تبيح لا يجوز، وإنما مطلقا. وهناك كما ذكرت ما زالوا الآن من أكثر من يدعو لمظاهرات أصبح السلفيين.
فهذا تناقض واضح أصبح. والمشكلة يعني هذه أيضا أحد مشكلات السلفية الأساسية، إنه الجميع يريد أن يقول منهجنا هو الصواب، ومنهجنا قطعي أيضا. الآن ما يمكن يا إخوان، يعني الآن إذا المنهج كله الصواب، طيب الآن متناقض. إذا كله قطعي الآن كيف قطعي ويتعارض مع قطعي آخر؟ هنا يقيني هنا يقيني، هذا حرام يقينا وهنا حلال يقينا. فهذا ما هو يعني، هذا يجعلهم أنه لابد من مراجعات. هذا النقطة المهمة. أنا أرى أنه لا بأس أن يروا أن المشاركة أصلح شرعيا ودنيويا طبعا، لأن الشرع لا يتعارض مع مصالح الدنيا، لكن ينبغي عليهم أن يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ عندما تصوروا أن الدخول في التحزبات السياسية ودخول البرلمان والرضا بالديمقراطية هذه مسألة مهمة. الديمقراطية كانت كفر عند السلفية، وكانت منهج طاغوتي، ووضع كل الأوصاف القبيحة في الديمقراطية، احتكام للبشر. والرضا بأن يكون معك حزب ليبرالي وحزب كذا وله صحفه وله وسائل إعلامه، هذا كانت مسألة غير مطروحة للنقاش أصلا. فجأة خلال أسابيع إن لم تكن حتى أقل من أسبوع أصبح هذا أمر مقبول، وأصبحنا نقرأ لبعض السلفية من إخواننا في مصر أن الديمقراطية لا تعارض الشريعة. والمشكلة أنهم لا يريدون أن يقولوا أنه هذا تغير اجتهاد. يا أخي ما في إشكال، قول أنا أخطأت واعتذر. أنا هذا مهم عندي، أعتذر الذين كنت على مر عشرات السنين تصفهم بأنهم ميعوا الدين وكذا، وأنهم دخلوا في فكرة كفرية وتتهمهم في أديانهم، كالإخوان المسلمين مثلا الذين كانوا يتهمون من السلفية بهذه الأوصاف. الآن اعترف أنك أخطأت، وأنه تبين لك أن الديمقراطية ممكن أن تكون سلما نافعا ومصلحا لواقع إسلامي معين للوصول إلى تطبيق لماذا العدالة. تدعوهم للاعتراف أو الاعتذار عن الخطأ، بينما كما يقولون هم أنه هذه مرحلة أو تلك كانت مرحلة وكان هذا اجتهادنا فيها، وبالتالي الاجتهاد يعني معتبر في ذلك الوقت، والآن هذه مرحلة أصبحنا نتقدم كما تطالبون أنتم بالنظر إلى المآلات والمصلحة. إحنا قدمنا المصلحة الآن على أن ندخل في هذه البرلمانات. المسألة ليست اعتذار عن خطأ. هذا لو كان الأمر خلاف في أمر فرعي، لكن عندما تجعل الديمقراطية كفر وطاغوت ما يمكن المرحلة تختلف فيصبح الطاغوت موافق للشريعة. إذا الاجتهاد اختلف، ولذلك لابد أن تعترف بهذا. المشكلة أنهم يقولون أنه لا، الاجتهاد لم يختلف وإنما تغير مرحلة. المرحلة لا تجعل الكفر إيمان ولا تجعل الطاغوت قربة لله عز وجل. لابد أن نعترف بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة. بس أنت كأنك كذا فضيلة الشيخ تعمم، لأنه ليست السلفيات كلها على قلب فكرة واحدة. يعني مثلا انظر التجربة السلفية مثلا في الكويت، دخلوا البرلمان ومن سنين لهم تجربة، وكذلك هناك سلفيات يعني لديها حضور ما في المشهد السياسي وإن كان ضئيلا. أنا لا شك أنه أنا من البداية قلت أن المنهج السلفي أصلا إلى الآن في تناقضات بينه، لكن أتكلم عن التيار يعني واجهة أساسية الأكثر شيوعا، الأكثر انتشارا. الأكثر انتشارا كان رفض الديمقراطية تماما، يعني بل يعني بكل صراحة يعني الذي حصل في بعض البلدان التي رضيت بالديمقراطية السلفية فيها أنهم وجدوا فتوى لأحد المشايخ يجيز فيها دخول البرلمان، فسحبوا الفتاوى السابقة التي يعني مجرد إخراج ورقة. حقيقة الإخوة في مثلا حزب النور السلفي عزوا دخولهم إلى فتوى لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك واعتمدوا عليه. الآن هو يمكن هنا التساؤل الحقيقي، هل ستظل السلفيات أو المناهج أو التيارات السلفية في خارج الجزيرة العربية وخارج السعودية تحديدا مضطرة إلى البقاء في منطقة التلمذة، وهي ترى أن السلفية السعودية اللي هي الأستاذ سابقا لا يمر بذات التجربة الواقعية لتفرض عليه كثير ربما من التنازلات أو النظر المصلحي؟ هل تعتقد أن الوجه سيتغير شكل المعادلة؟ أما التوقعات تتوقع أنه سيتغير كثيرا، خاصة إذا سعوا لما فيه المصلحة. سيتغير الأمر كثيرا، وسيضطروا في كثير من الأحيان إما أن يعلنوا أنهم يخالفون السلفيات الموجودة خارج بلادهم لأن واقعهم مختلف كالسلفية السعودية، يعني يعترفون أن والله نحن وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر سلفية السعودية، وإما أن السلفية السعودية يتغير رأيها مثل ما رأيت يعني فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك هي نوع تطور في الفتوى السلفية، وهي تخالف فتاوى كثير من المشايخ الموجودين اليوم حتى إلى اليوم في السعودية يفتون بخلاف رأيه في هذه المسألة، فهو تطور. وبالتالي يعني هذا الذي نريد أن نؤكد لإخواننا السلفيين. يا إخوان، هذه مسائل قابلة للاجتهاد، يعني لا يحق لكم لا قديما ولا حديثا أنكم تقولوا هذا المنهج السلفي وتأتون لي بفتوى لواحد من علماء السلفية وهو الشيخ عبد الرحمن البراك، وتتركون علماء آخرين كثيرين يخالفون رأيه. إما أن السلفية منهج
وبالتالي يدخل معكم في هذا المنهج كثير من الأحزاب والطوائف الإسلامية التي تنتمي لهذا المنهج، وإما أن تكون آراء لشخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، وهذا سيكون محرج لكم جدا وغير قادرين على التزامه، لأنه في خلاف بين علماء السلفية المعاصرين والسابقين واللاحقين، وهذه طبيعة الحياة. الصحابة اختلفوا وكلهم السلف الصالح. هناك تخوفات من أن تنقل تجربة الخلاف، ونقول التيارات الإسلامية بشكل عام، لكن يمكن خطابنا اليوم عن التجربة السلفية، وهي أحد أهم المناهج أو التيارات كما يقال في العالم الإسلامي، ومؤثرة بشكل كبير وحاضرة أيضا في المجتمع. أنه أحد إشكالياتها كما قلت الإغراق في الجزئيات، وربما تنقل هذا إلى المشهد السياسي والبرلماني تحديدا. الأيام الماضية كلنا يتابع المشهد المصري، وهناك خشية من أن تنتقل هذه الجزئيات أو الجزئيات البسيطة الفرعية اللي يعني ما زالت منذ سنوات تروكها الألسن والكتب والأبحاث والدراسات والأشياء هذه، أنه تنتقل إلى السياسة فتخرب أداء الإسلاميين السياسي أمام المجتمع ووجهة نظر العالم. حقيقة أنه أنا كنت نصحت السلفيين في بداية الثورة، وعندي يعني انتهت تقريبا الثورة وسقط النظام السابق في مصر، أن يحاولوا أن يدعموا حزب الإخوان خاصة، وأن لا ينفردوا بحزب منفرد سياسي كمرحلة أولى. معروف أن كما ذكرت أنت الآن سابقا أن السلفيين كانوا بعيدين تماما عن السياسة، بل كانت لهم الشعار المشهور من السياسة عدم الدخول في السياسة. فكان في تنفير من الدخول في السياسة، والرموز الكبرى لهم كانت منشغلة بالعلم بالفعل، العلم الشرعي والدروس والكذا، وهو عمل جليل ولا شك، لا، وكانوا بعيدين تماما عن السياسة. فكونهم فجأة الآن، طبعا لا أتكلم عن الجميع، يوجد هناك من كان له مشاركات سياسية لكنهم قلة، ليسوا كحزب الإخوان الذي هو أكثر امتدادا في التعامل السياسي ودخل البرلمانات وكان له تجربة قديمة سابقة. فكنت أتمنى حتى لا يحصل إخفاق للتيار السلفي، أنه يعتبر مرحلة ال4 سنين هذه القادمة يعتبرها مرحلة تدريب، يشجع الحزب الذي هو أكثر معرفة وخبرة بالتيار بالسياسة وهو حزب الإخوان، يرشح مرشحيه إلى أن خلال 4 سنين هذه تكون فترة يعني تمرين وتدريب، لأن يخرجوا طاقات وقدرات قادرة على أن تمثل التيار السلفي كحزب سياسي يمثل السلفيين وتوجهاتهم الشرعية. لكن النجاح هذا الأمر الأول. فالأمر الثاني، ليش أقول هذا الكلام؟ لأؤكد على الفكرة أيضا التي ذكرتها في سؤالك الأخير، وهو أننا بالفعل نخشى من الدخول في الجزئيات وترك الكليات. الذين أسقطوا الأنظمة السابقة ما أسقطوها لشعارات دينية، وهذا كلنا ندركه، أسقطوها لقضايا إنسانية وهي شرعية ولا شك، العدالة، الحرية، المساواة. يريدون عدالة اجتماعية، يريدون عدالة في توزيع الثروات، يريدون حرية تعبير، يريدون أمان. ما الإنسان يقول كلمة ويقذف في السجن سنوات من أجل كلمة قالها. كانوا يريدون هذا الناس، ما يريدون أكثر من هذا. فكون الآن أجي أترك هذه المطالب كلها وأسعى في قضايا أخرى هي شرعية صح حقيقية وهي قطعية أيضا، لكنها ليست هي مطالب الناس، أنا سأخسر الناس بالطريقة هذه، ولن أرشح في تجربة سابقة أو في انتخابات أخرى. أضيف إلى ذلك أنه الدخول في هذه الجزئيات أنا أخشى أنه يوقع مصر، وإن كان التشبيه صعب، يعني ما يشبه بالصومال، صومال ثانية أخرى تصبح لنا في الخارطة. طبعا بعيدة مصر حقا تكون مثل الصومال، لكن قد تكون صورة أخرى مختلفة، وقد تكون أصعب من الصومال على ضخامة مصر وأهميتها في العالم الإسلامي والعربي. نخشى بالفعل أنه الدخول في بعض الجزئيات في المرحلة الراهنة أن تكون سبب لتشرذم وخلافات وعدم استقرار أمني واقتصادي في مصر، يؤدي إلى سقوط فكرة الأحزاب الإسلامية أصلا. وجهة نظرهم الإخوة في حزب النور السلفي، وأنا التقيت بكثير حقيقة من الأحزاب خاصة في مصر، يعني يقولون أنه الكفاءات والكوادر والشخصيات الأكاديمية والشخصيات العلمية والشخصيات النخبة سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الفكرية اللي تنتمي في مصر، التي تنتمي لهذا الحزب أو لهذا التيار بشكل عام، موجودة، وهي التي صنعت هذا البرنامج أو وضعت لهم البرنامج الانتخابي، وهي التي أدارت الحملة ونظمتها ونسقتها في كافة أرجاء أو ربوع مصر. وبالتالي نجاحهم بهذه النسبة يحسب نجاحا لحزب النور السلفي، ويعني فيما يعنيه أنه سيكون صورة لنجاح مستقبلي في المستقبل اللي ربما نشاهده، وليس كما تنظر أو ينظر الآخرون وأنت منهم الآن، أنه قد يكون هناك استشكال لأنه خبرتهم السياسية ضيقة.
الذي ذكرته كله لا يدل على أنه في خبرة سياسية قوية، ومن الطبيعي طبعا هم يقولون أنه عندنا خبرة سياسية كبيرة جدا، يعني من الطبيعي أنهم يدعوا هذه الدعوة، لكن وقائع نعرفها كثيرا. نجاحهم يدل ربما. لا، النجاح لا يدل على أنه في خبرة سياسية، النجاح هذا يدل على شعبية فقط. ولا نشك، أنا من قبل حتى الثورات كنت أدرك أنه لو صارت انتخابات أنه سيفوز السلفيون بنسبة كبيرة، إلا لهم شعبية كبيرة خاصة في الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة الفقيرة في مصر، وكان شعبيتهم أكثر بكثير من مثلا المؤسسة الرسمية في مصر بين هذه الطبقة، الأزهر مثلا. فهذا شيء يدرك الإنسان من أي يعني أدنى خبرة بالواقع المصري. الخطاب السلفي أول شيء صار قنوات كثيرة، خطاب يعني بسيط يكلم عوام الناس ويفهمه عوام الناس، مؤثر في استدلاله بالنصوص الشرعية وغيرها والتزامه بالسنة وما إلى ذلك، وبالتالي شعبيته متوقعة. لكن الفوز لا يدل على أنه عنده القدرة على، ولا يدل على أنه ليس عنده القدرة. أنا لا أقول عنده وليس عنده، لكني أخشى منه خاصة مع البعد عن السياسة فترة طويلة وعدم المشاركة. لا يمكن يدعي السلفيون أنهم كالإخوان مثلا في الممارسة السياسية، هذه واضحة. هل سيؤثر ذلك بشكل أو بآخر على مستقبل شكل العلاقة بين التيارات الإسلامية، وتحدث عن بين التيارين الكبيرين أو الفصيلين الكبيرين السلفيين والإخوان، تأثيرهم سواء في الداخل أو في مصر أو حتى على العلاقة خارج مصر، وتحدث مثلا في السعودية أو غيرها من الدول القريبة؟ بس استمع إلى إجابتك إن أذنت لي، ولكن بعد ما نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. كما شاءها الله رب السماء. هذا البرنامج برعاية من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما، وخير كتاب لنا كل حين بشائره مثل غيث هاما. العصر لكل الوجود، لكل الوجود، لكل الوجود. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وأترك الإجابة لك سريعا قبل أن نأخذ اتصالات. دكتور تفضل. التخوف موجود الذي ذكرته، لكن حقيقة أن الذي أتمناه كما ذكرت في سابق كلامي أن يؤكد الإخوان في حزب النور أو حزب الإخوان الذين دخلوا الانتخابات والعملية الانتخابية السياسية والعدالة. نعم، أن الخلاف بينهم ليس خلافا دينيا، وإنما هو خلاف برنامج سياسي، خلاف برنامج سياسي مثل أي حزب سياسي دخل التجربة الديمقراطية. هذا له فكرة للإصلاح وهذا له فكرة في الإصلاح. لا يكون القضية شحن ديني وطائفي ويصير كأن القضية معركة بين إسلام وكفر، وهي بين إسلام وإسلام، مرجعية إسلامية ومرجعية إسلامية عند الجميع. هذا الذي أتمناه، وبالتالي يكون واضح عند الجميع، وينبغي أن يرتفع سقف الخطاب إلى أن يقول يا جماعة ترى من رأيتموه برنامجه السياسي أصح سواء كان سلفيا أو إخوانيا فانتخبوه، كل واحد حسب قناعته. ولا يصح أن يقال مثلا من كان سلفيا فلا يجوز أن ينتخب إلى السلفي، ومن كان إخواني لا يجوز أن ينتخب إلى الإخوان. مدرسة التشويه للأسف منتشرة بشكل كبير من التيارات الإسلامية منذ سنوات، وأعتقد الآن مع يعني حمى المنافسة السياسية باتت خاصة لدى العامة والناس بشكل كبير. أنا بس أركز على هالموضوع، لكن بعد ما أخذ عبد الباسط معلش تأخرنا عليك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة نشكر الدكتور على كلامه، ولكن أنا أعتقد أنه قاس أكثر من اللازم على المنهج السلفي وعلى السلفيين أيضا. نعم. حتى طلب منهم الاعتذار، بينما هو نفس الدكتور أعتقد أنه في مراحل حياته كان يتبنى بعض الآراء الفقهية ورجع عنها عندما استبان له ذلك. ونحن أمة غفلنا عن شرع الله سنين طويلة، طبيعي أن تأتي فتاوى ثم مع الأيام تنضج الأمة وتنضج فتاواها ويأتي أهل العلم يفتي بخلاف ذلك. ولا يعني كلما تغيرت الفتوى خاصة في غير الأصول لا يعني أن نقدم اعتذار. لماذا يقدم الصوفية اعتذار عن شركياتهم؟ لماذا يقدم الفرق الثانية اعتذار عن ضلالاتهم؟ ايش معنى السلفيين بالذات هم الذين يعتذرون؟ هذه النقطة الأخرى الأولى. الثانية أن الأخوان تناولت قضية الإغراق في الجزئيات جزء بالدين. أرجو عدم
يعني هذا ديننا دين متكامل من بداية اعتقادنا وتوحيدنا إلى أصغر سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله أخرج كتاب اسمه جزء رفع يدين من الصلاة. لا يعني إغراق، لا يعني تكلم عن جزئيات أن هناك إغراق. الجزئيات جزء من الدين، أرجو التنبيه لها. أسأل الله التوفيق لنا ولكم. شكرا يا عبد الباسط. يعني عناوين مهمة، لو تجيبنا على الفقرتين أو الرأيين. طيب، أولا يقول لماذا نطالب بالاعتذار؟ لا، الاعتذار واجب شرعي. أنا عندما أتهم طائفة أو حزب أنه طائفة مبتدعة أو أنها ترضى بالكفر أو ما شابه ذلك، يرضى بالديمقراطية، هذه جريمة في حق إخوان المسلمين. وبالتالي إذا تغير اجتهادي وأصبحت أرى أنها مقبولة الديمقراطية، من حق هؤلاء بل من الواجب. نحن نقول أن التوبة من إيذاء المسلم، من بين شروط التوبة التحلل ممن أخطأت ضده. فكيف يكون نخطئ تجاه تيار بكامله كنا نتكلم عنه؟ لابد نقول لهم نحن آسفين، بس يعني ليش نزعل من كلمة آسفين أو نستكثرها؟ فإذا كان أخطأنا في حق أي شخص نقول. والكلام اللي يقول لماذا طيب لما نطالب من الصوفية، قلنا من الأساس نتكلم عن السلفية الآن خاصة، وإلا كل من أخطأ واجب عليه. وكل إنسان يعني في مراحل، أنت مثلا ذكر وكل طلبة العلم يعني بدأوا في مراحل وأخطأوا واجتهدوا وأنضجوا فقههم. ما في شك. وبالتالي إذا أخطأنا في حق شخص واجب علي أنا، إذا يعرف الأخ عني أني كفرت شخصا ثم تراجعت عن تكفيره، فقل لي والله اعتذر له يا حاتم وأنا سأعتذر له ولا إشكال عندي في هذا. لكن والكلام الآن عن تيار لا عن شخص معين. تيار كنا نعرف موقفه من الأحزاب والتيارات التي دخلت الديمقراطية ورضيت بها، كيف كان يصنفها وكيف كان يصفها وكيف كان يصف التنازلات التي كانت مبنية على الواقع في تلك الفترة، والآن كيف رضي لنفسه أن يمشي في نفس الطريق دون أن يقول لتلك التيارات التي وصفها بأبشع الأوصاف أنني أخطأت في تقديري وأنكم كنتم على صواب وكان ينبغي أني أسير على هذا السير من تلك الفترة ولا أعارضكم ولا أكون يعني سبب للتشويش على منهجكم. الجزئيات واللي أنت يعني أشرت أكثر مرة تكلمنا قلنا هي مهمة وكذا، لكن الشريعة جاءت التفريق. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مباني الإسلام الصلاة والزكاة؟ الشريعة قسمت الأمور إلى كبائر، حتى المعاصي إلى صغائر وكبائر، وقسمت الفرائض إلى قطعيات وإلى ظنيات وغير ذلك. وبالتالي نحن لا نستهين بها، لكن الشريعة قسمتها وبينتها، وجاءت الشريعة بالاهتمام بالكليات أكثر من الجزئيات. فنحن نريد الاهتمام بالكليات والجزئيات وفق الشريعة، لا نبالغ فنجعل الجزئيات في مستوى الكليات. هذا كل ما نطالب. طيب، الحديث خلينا نتحدث عن الناس، ما ودنا نقول عامة، لكن الناس حتى النخب اللي فيهم. يعني هناك اختلافات دائما بين الأحزاب والتيارات اللي موجودة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي بشكل عام، بس احنا الآن لدينا نموذج فيما بعد الربيع العربي خاصة في مصر تحديدا ربما يكون أوضح بشكل كبير. حملة التشويه، ولا يتحدث عن مصر حتى في السعودية، الإلكتروني تحديدا لهذه التيارات بات يعني للأسف مقزز. يعني حتى بعض الشباب اللي عندهم مهارات بسيطة جدا في اليوتيوب والمونتاج الخفيف ممكن يأتي مثلا فكرة الأذان اللي المحامي عملها قبل يومين في البرلمان، نسيت اسمه، ممدوح الظاهر إسماعيل. هذا التيار يأخذها، ممدوح إسماعيل، هذا التيار يأخذها على أنها يعني إعلاء لمكانة الشريعة في مصر، وتيار آخر يأخذها على أنها محاولة مزايدة على تيار الإخوان. يعني هذا التشويه، أنا تعتقد أنه ربما يفكك المجتمع أو يفكك آراء الناس تجاه تيارات كانت بالنسبة لهم يعني مشروع إسلامي كبير؟ لا شك أنه هذا كما ذكرنا سابقا أنه أمر خطير وخطأ كبير، وينبغي على إخواننا في مصر هم يدركون. لكن بعض الأحيان يعني أنا كمتابع من الخارج قد لا أقع في الضغوط التي تغمي على الأعين في بعض الأحيان. أتمنى أن يدركوا خطورة المرحلة التي هم فيها، وبالفعل أن يحاولوا أن يتجاوزوا هذه الخلافات، وأن يدركوا وأن يعلنوا كما ذكرت سابقا أن الجميع يسعى للإسلام، ولا داعي لكل واحد يضرب في جنب الآخر ويطعن في ظهر الآخر. الجميع يريد الإسلام. كون أحد أذن أو لم يؤذن أو رفع الأذان أو أخطأ أو أصاب في هذا التصرف لا ينبغي أن يحمل هذا على تيار بكامله وأن يشنع عليه. يكون هناك روح تعامل، تكامل وتعاون بين الأحزاب الإسلامية. ما أدري أنا، لكني أشعر بخطاب مختلف لدى خاصة نخبة الدعاء. ما طبعا لا أعمم، لكن واضح أنه اللغة السائدة باتت لغة قاسية،
بينما الداعية المفترض وابن التيار الإسلامي أو الحركة الإسلامية أو المشروع الإسلامي بشكل عام لغته المفترض تكون مع المخالف غير المسلم أكثر لين، يعني على الأقل باتجاه توضيح الحقائق، وليست مع الإسلامي الآخر المختلف معه في فروع أنه تكون بهذه القسوة. نشاهدها بشكل غريب. وش المشكلة في خطابنا؟ المشكلة في خطابنا كما ذكرت سابقا قلة العلم والفقه في الدين بكل وضوح وسهولة. لا يقع في مثل هذه الأخطاء الإقصائية، القطع في مسائل ظنية، التبديع فيما لا يجوز به التبديع، يصل لدرجة التكفير في بعض الأحيان، إلا بسبب قلة العلم في غالب الأحوال يعني. وهذا على قسوته أهون من أن نخون وأن نقول إنما هي لحظوظ النفس والحسد وما إلى ذلك. أهون أن نقول أنه بسبب قلة العلم. هو يتصور أن هذا هو الذي يقتضيه الشرع، وإلا لو كانوا بالفقه الكامل والصحيح لما وصلوا لهذا الخطاب المتشنج. كيف سيكون أثر أو دور السلفية في السعودية وهي في النهاية المتربعة على عرش السلفية في العالم، وعلمائها ورموزها لهم التأثير الكبير في العالم والحظوة أيضا في العالم الإسلامي؟ كيف سيكون دورها وخاصة في المشهد المصري، وسينتقل لا شك إلى المشاهد الأخرى، لكن في المشهد المصري تحديدا هل سيكون إيجابيا باتجاه الانفتاح مع التيارات؟ ونتحدث عن بكل بساطة أنه هناك اتصالات، مثلا شيخ يستفتي شيخا مثلا في السعودية أو عالم جليل في السعودية عن حالة ربما تكون واجهته في مصلحة معينة يقتضيها عمل سياسي مثلا. هل تعتقد أن الآراء أو الفتاوى من علمائنا ستكون مؤثرة بشكل إيجابي أو سلبي في المشهد السياسي المصري؟ ما أدري حقيقة، لأن يعني كثير من علماء المملكة يحرصون على لا يتدخلوا في شؤون الآخرين والدول الأخرى ولا يتكلمون فيها. لكن لو حصل هذا الذي ذكرته أتوقع أنه سيبقى الاضطراب، لأنه سيتصل شخص على عالم سلفي، هو استفتاء وسيتصل على واحد آخر من تيار سلفي أيضا على عالم آخر فيفتيه بضد الفتوى الأخرى، وهذا سيقول هذا هو المنهج السلفي، وهذه مشكلة المنهج السلفي، وهذا سيقول لا هذا هو المنهج السلفي، والجميع يستند إلى فتوى سلفية. المشكلة فكرة أنه الفتوى السلفية هي الحق وليست قابلة للاجتهاد، وليست المسائل قابلة للاجتهاد. إذن الأفضل هنا أنه مثلا أهل مصر مفترض يرجعون إلى مرجعياتهم سواء لا لا نحصر عليهم نقول لا ترجعون إلى مرجعياتكم، لأن التجربة الواقعية ما هي موجودة، وبالتالي ما أنت قادر تنزل الحكم الشرعي على مفترض العالم الذي يتكلم لا يتكلم إلا بعلم. إذا كان ما يجهل الواقع ينبغي عليه ما يتكلم فيه. الواقع السياسي غير الواقع العلمي، وهو يتكلم عن الواقع السياسي. ينبغي على العالم الشرعي أنه ما يتكلم في مسألة متعلقة بالواقع السياسي حتى يعرف الواقع، بل هذا معروف في أصول الفتوى. لو جاني شخص يسألني في فتوى لابد أن يعرف الظروف المحيطة بهذا السائل حتى أستطيع أن ينزل الفتوى تنزيلا صحيحا. فكيف بواقع سياسي عميق ومتداخل غاية التداخل لابد حق من إدراكه، وبالتالي ينبغي على العالم أن لا يتكلم في واقع سياسي هو يجهله حتى يتبين ويعرف هذا الواقع بصورة واضحة. طيب سمير، تفضل سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك حيا الشيخ الكريم، الله يحفظكم ويبارك فيكم. عندي سؤال للشيخ حاتم. تفضل. وهو لماذا يعني نلاحظ في الآونة الأخيرة انتقادات الشيخ حاتم الشريف الكثيرة للمؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية وكذلك لهيئة كبار العلماء، بينما نجده مقل أو لا نجده ينتقد الشيعة ولا ينتقد الليبرالية. لماذا هذا الإسقاط الكبير لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؟ ثم إن الشيخ حاتم يناصح السلفيين، أين نصحه الآن للإخوان مع أن ما يتهم به السلفية من التمسك بفتاواهم هو كذلك موجود عند الإخوان؟ وشكرا. شكرا يا سمير. تفضل إجابة دكتور. ما كان ودي أنه يعني يكون السؤال بهذه الطريقة، يعني نسب إلي أني أسعى لإسقاط هيئة كبار علماء، وهذا غير صحيح. أنا إن صح هذا التعبير فأنا أسعى لإسقاطها عن القداسة، وهذا مطلب شرعي. لا توجد هيئة شرعية في العالم الإسلامي مقدسة وأقوالها. إسقاط القداسة؟ إسقاط القداسة أي أن يتصور أن كل ما يصدر عن هيئة كبار علماء أنه هو الحق. هذا مو صحيح. هي هيئة شرعية نحترمها ولها مكانتها العلمية، لكنها تصيب وتخطئ، وادعاء أنها لا تخطئ هي نفسها لا يمكن أن تدعي هذا القول، ولا يمكن أن تدعيه مسلم، لأن زعمنا العصمة. يعني إن كنا نأخذ على الإمامية أنهم ادعوا لأئمتهم العصمة، فصرنا نحن ندعي لعلمائنا العصمة أيضا، شابهناهم في هذا. فهذا الذي أنا أسعى إليه، أن يعرف الجميع أنها هي هيئة شرعية معتبرة محترمة لها مكانتها وقدرها في العالم الإسلامي وفي بلدنا، لكنها تصيب وتخطئ كغيرها، واجتهاد محترم،
وقد نخالفها إذا كانت المسألة من مسائل خلاف المعتبر، وقد نوافقها إذا كانت المسألة مسائل خلاف غير معتبر، أو نقول أن القول هذا غير صحيح إذا كان أيضا خلاف غير معتبر نبين بطلانه. فليس صحيحا ما نسبه إليه من الأسعى لإسقاط هيئة كبار علماء عن منزلة الإفتاء والعلم. هم علماء فضلاء، لكني أسعى لبيان ما يتوهمه الأخ وغيره أمثاله من أن مجرد نقد أخطاء عندهم أنه إسقاط. يا أخي نحن نتكلم الآن مسألة عن مسائل يكون عليها اتفاق الأئمة الأربعة ونقول أخطأ. كثير هذا يحصل بين طلبة العلم، والأئمة الأربعة أجل ولا شك، اتفاقهم أجل من هيئة كبار علماء. فلماذا لما آتي وأخطئ هيئة كبار علماء تحمر أنوف ويغضب بعض الناس لمثل هذا التخطيء؟ هذا واقع إسلامي موجود عندنا في السعودية، وهو خطأ كبير حقيقة، وهو غلو المنهج السلفي يحارب على أقصى ما يكون الغلو في الأشخاص. قام المنهج السلفي على التوحيد وعلى أن لا يؤخذ الشرع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام على هذه المعاني. فكيف الآن نتحول بالتدريج إلى أننا ما نقبل تخطيء؟ يعني أنا حقيقة لا أريد أن أقول كعبارة قاسية، الأخ يعني وصفني بما ليس فيه واتهم بني أسقط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول لماذا لا تنتقد التيارات الأخرى اللي موجودة؟ التيارات الأخرى من قال أني لا أنتقد؟ هذا أول أمر، أنا أنتقد وأبين. الآن ذكرنا أنه على الإخوان وعلى السلفية، الحلقة عن السلفية تبغاني أحولها عن الإخوان الآن؟ هي الحلقة كانت عن التيار السلفي، هذا اختياركم أنتم، صحيح ولا لا؟ فهو الكلام الآن عن التيار السلفي، وأنا أتكلم عن أخطائي. وقلت في البداية أن كل التيارات الإسلامية عندها أخطاء وتحتاج إلى مراجعتها. بعدين يعني أنا أبغى أقول كلمة. تفضل. حتى التيار السلفي إيش ردوده على اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس؟ هم أقرب ولا الطوائف الإسلامية الأخرى كالتبليغ والجماعة الإخوان؟ شوف كم الردود التي صدرت على الأشاعرة وعلى الإخوان وعلى التبليغ مقارنة بالكتب التي تبين بطلان الأديان الأخرى. بس القياس هذا يعني مع الفارق، أنت الآن تقول كم أقرب، هم بالنسبة لهم التبليغ والإخوان أقرب أكيد. أيوة، ومع ذلك الكتب التي صدرت في الرد عليهم أكثر بكثير من الكتب التي صدرت في الرد على النصارى. وجد دور عند المسلمين عموما في الرد على النصارى تجدها كتب معدودة. الخطاب السلفي دائما يتخوف من الداخل اللي يمكن يحاول هدمه. أيوة. أكثر من الخارج. ولماذا لا يكون خطابي أنا هذا من هذا النوع؟ هذا أول شيء. الأمر الثاني فرق بين إني أجي أنتقد السلفيين وأنا أعتبر نفسي منهم وأقول إني منهم، ثم آتي مثلا للإمامية وأقول أنهم طائفة مخالفة لأهل السنة والجماعة، خارجة عن طائفة. هذه العبارة وحدها هي في نقدها ولو مرة واحدة قلتها تساوي ربما مجلد في نقد السلفية، مع قولي إني أنا من السلفية. لا ينظر لمقدار الكلام ولا عدد الكلمات، وإنما ينظر في المؤدى والمعنى. عندما أقول مرة واحدة عن الإمامية أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذا كافي خلاص، هذا انتهينا. بينت الآن موقفي منهم. عندما أقول أنهم فرقة ضلت الطريق، هذه كافية. لكني أنا ما أقول هذا عن السلفيين ولا عن الإخوان مهما خطأتهم، هم مني ومنهم، وأنا أخو وأنا منتسب إليهم وأخ لهم. وبالتالي لا ينظر لكمية الكلام، وإنما ينظر وعدده وكثرة الاشتغال به، وإنما ينظر للحقيقة. وهذا تماما كما قلت لك، كما نتكلم عن اليهود والنصارى وعن البوذيين والهندوس ونقول كلمة كافر تساوي مجلدات في نقد الأشاعرة أو مجلدات في نقد الصوفية. طيب. نعم. مروة من ليبيا، تفضلي مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أختي. شيخنا الكريم، طبعا يعني عندي أخوي طبعا عمره 7 سنين توفى رحمة الله عليه. إذا استفتاء يا مروة، ترى حلقتنا ليست استفتاء. نعم. أنت طالبة فتوى الظاهر؟ طيب أنا فهمت كذا، خذي من الكنترول، أعطيهم المعلومة وإن شاء الله يردوا عليك، لأنه حلقتنا يعني هي فتاوى، ولكن فتاوى سياسية. طلال، تفضل طلال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل. أحيي الشيخ على تجرده، ولي سؤالان للشيخ. الأول، فيما عرض نقده للسلفية، هل تعرض الشيخ لنقد حقوق آل البيت في المنهج السلفي؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني يا شيخ، عن موضوع علاقتنا في الأشاعرة. علاقة السلفية، إذا كنت أنسب نفسي للسلفية. طيب. علاقتنا في الأشاعرة، يعني معروف لدى الشيخ ولديكم جميعا أن السلفية يشنعون على الأشاعرة تشنيع شديد جدا جدا. فكأني أرى في الأيام الأخيرة هناك نوع تحول. لعل الشيخ علم. نوع تحول من من يا طلال؟ من بعض السلفيين. في طيب. تفهم طيب. إخواننا الأشاعرة. وضح طلال الشيخ. طيب. أما بالنسبة لموقف السلفية من حقوق آل البيت، ليس لي أي كلام في هذا الموضوع، وليس لهم موقف يخصهم في هذه المسألة، هم كغيرهم
يعترفون بحقوق آل البيت الشرعية بل في الكتب السلفية دائما يعني ذكر أن من شعب الإيمان محبة آل البيت وما إلى ذلك. ليس هناك قضية تخص السلفية في هذا الموضوع. العلاقة بالأشعرية، يعني الأشعرية كانت إلى زمن ابن عساكر، وهذا نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية مقرا له، كانت من أهل الحديث تعتبر، ولم يكونوا خارجين عن أهل الحديث، إلى أن وقعت فتنة أبي القاسم القشيري في القرن الخامس الهجري، ابتدأ الانفصال بين الحنابلة وأهل الحديث وبين الأشعرية. يعني موقفي أنا دائما أصرح على الأشعرية في رأيي أنهم من أهل السنة والجماعة، وهذا بالمناسبة الذي ذكره أيضا معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ عندما زار الأزهر قبل أسابيع معدودة. قال في الأزهر عن الأزهر وهو معروف أنه أشعري، قال إنه قلعة أهل السنة والجماعة، وأن هذا هو رأي المؤسسة الدينية، كذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ والعهدة عليه. قال وهذا هو رأي المؤسسة الدينية للمملكة العربية السعودية، أن الأزهر يعني بأشعريته وبما فيه أنه قلعة أهل السنة والجماعة، وأنا هذا الذي أراه أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. طاهر، تفضل طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحت. تفضل. فضيلة الشيخ، هل تنصح العلماء الاقتراب من الحكام لكي يقوموهم أم تنصح بالابتعاد عنهم حتى لا يأخذوا الناس فكرة عليهم يعني خطأ؟ طيب شكرا. شكرا يا طاهر. تفضل. لا شك يا أخي، نحن نتكلم عن حكام مسلمين، والحكام المسلمون اقتراب أهل العلم والصلاح منهم فيه خير للجميع، ونتمنى حقيقة أن نصل لمرحلة يصبح بطانة الحكام هم العلماء الناصحين، وأن يكون الحكام يعني أصحاب شفافية مع العلماء، يعطونهم التصورات الواضحة، ما يخشون يعني من إعطائهم التصور الكامل السياسي وغيره في كثير من القضايا، ومعرفة وجهة نظرهم في كل مسألة، لأن المسائل الدنيوية مرتبطة بالشريعة. أخذ رأيهم، هو في الأخير صاحب القرار السياسي في الأخير. فبالعكس أنا أرى أنه تقارب العلماء والحكام مصلحة كبيرة، وما أفسد العالم الإسلامي في تاريخه إلا ببعد الحكام عن العلماء والعلماء عن الحكام. طيب، بعد شكل المعالجة أو الآليات المعالجة النقدية، ويبدو أن الحوارات المفترض تفتح بشكل كبير وبدون يعني بتجرد بعيدا عن يعني محاولات الإسقاط أو المزايدة. احنا نبحث سواء هنا أو في مؤتمرات أو في ملتقيات، لأنه في النهاية إنضاج الفكر أو الرؤية أو حتى المنهج مهم جدا، سواء كان التيار السلفي أو غيره من التيارات. الحديث في آليات المعالجة، هل تعتقد أنه نحن أمامنا أفق جيد لمعالجة هذه الاستشكالات؟ هل هناك فعلا، خلنا نتحدث عن صف جديد من العلماء وطلبة العلم اللي يمكن يكون خطابه مختلف ويؤثر بشكل إيجابي في المنهج السلفي؟ وخاصة أتحدث عن السعودي وأثره طبعا على العالم. أتكلم عموما يعني على العالم الإسلامي. التفاؤل يجعلني أطمئن، والنظر الواقعي يجعلني أخاف. النظر الواقعي يدل أنه ما زلنا بعيدين عن التفاؤل، لكني ثقتي بنصر الله عز وجل لهذا الدين، وحسن نيتي في مقاصد المسلمين وحرصهم على نصرة هذا الدين يجعلني ما زلت أتفاؤل. ولو التفاؤل ما سعيت للعملية الإصلاحية التي أسعى من خلالها بهذا النقد وغيره، كان لزمت بيتي وقفلت الباب على نفسي ورضيت بالتقوقع، لكني أنا ما زال عندي أمل بالإصلاح، ولذلك أتكلم. طيب سارة، تفضلي سارة. ألو، السلام. وعليكم السلام. مرحبا أخ أنور. تفضلي. لو سمحت أود أن أوصل كلمة من خلال برنامجك إن سمحت لي. تفضلي. دعوة لكل علماء الأمة بعدم تقسيم أنفسهم إلى أحزاب أو جماعات، لأن هذا يستوجب العداوة والبغضاء. طيب. والعودة والاجتماع على كلمة واحدة وموقف واحد، حتى يجتمعوا على موقف. طيب يا سارة، يبدو انقطع الخط، لكن هدف نبيل. إنما هل بالضرورة الشيخ مقتنع أنه الانقسام أو الاختلاف أو الجماعات المتفرقة تستوجب الانقسام والتشظي؟ الواقع المؤلم أنه قد يحصل هذا، يعني كما ذكرنا أنه مجرد أنه تغير الرؤى مع الاعتراف بأنه الجميع له مرجعية إسلامية واجتهاده معتبر وله وجهة نظر مقبولة، هذا لا يؤدي إلى نزاع والشقاق. الخوف من التحزبات التي تتصارع باسم الدين ويبدع بعضها بعضا ويتهم في الدين والديانة والأمانة، هذا الخوف منه. وكلمة الأخت المتصلة واضح أنها صغيرة في السن، الحقيقة هي يعني كلمة والله تبين حقيقة ما في قلوب المسلمين. المسلمون يريدون الوحدة، فأستغرب بعد ذلك أن يأتي دعاة وعلماء ومتصدرين لمنابر العلم والدعوة أنهم هم يسعون للتفريق وتشتيت الأمة، ولا يسعون لوحدة الأمة الذي هو مطلب كل مسلم على وجه الأرض.
قواعد الإصلاح الآن، أنت رؤيتك واضح أنه يعني لديك رؤية وتصور ما حول السلفية المعاصرة. هل هناك من قواعد أساسية إذا كان هناك أي عملية إصلاحية في هذا الخطاب في المنهجية نفسها أو منهجية التعاطي حتى مع الأحداث أو مع الاختلافات الفقهية الموجودة، هل من قواعد إصلاحية يعني تدعو فيها السلفيين اللي أنت جزء منهم إلى الأخذ بها في المستقبل لإصلاح أو تطوير الخطاب نفسه؟ والله يا أخي هي كلمات كبرى يعني تنفع أن تكون تحتها بنود كثيرة. يعني أولها التقوى، تقوى الله عز وجل ومراعاة واجب الله عز وجل في هذه الأمة، وعدم النظر لحظوظ النفس أو الأحزاب الضيقة وما شابه ذلك. الأمر الثاني، وأنا شخص يعني منشغل بالعلم وبالتعليم، أرى أنه بالفعل في قصور كبير عند السلفيين، مع أنهم يعني ربما كانوا أفضل من غيرهم في النواحي الشرعية، يعني ليس على إطلاق طبعا، إلا أنه في أيضا قصور كما ذكرت من الناحية العلمية، يعني التحرير المسائل علميا، تحرير أصول المسائل علميا، في قصور كبير عندهم. ويأتي على القضية الأخلاقية، نحن نحتاج، وهذا من الأشياء اللي أيضا ذكرتها في اللقاء في الإسلام اليوم، يعني في عندنا شيء من الغرور، شيء من التعالي، انتهازية في بعض الأحيان، مثل ما ذكرت في قضية حمزة كشغري مثلا. بعض الأحيان نفكك عقدنا على الناس يعني، ونحاول نظهر غيرتنا ونزايد على الدين من خلال قضية أو أخرى. قضايا كثيرة أخلاقية تحتاج إلى مراجعة عند السلفيين وعند غيرهم، لكن الكلام الآن عن السلفية. فالمقصود إنه يعني المراجعة العلمية، المراجعة الإيمانية، المراجعة الأخلاقية، كل هذه أمور تحتاج إلى وقفات طويلة من كل الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها السلفيين، لأننا نتكلم عنهم. هل فتح هذا الباب من خلال لقاءات، من خلال مؤتمرات، منتديات، ولا ما زال هذا الباب مغلق ويمكن يعني يجد فقط نثار هنا أو هنا في برنامج أو في موقع أو في صحيفة؟ والله للأسف تشعر بجدية أن هناك من يبحث عن محاولات الإنضاج والإصلاح والتطوير في هذا الاتجاه؟ في كثير من الأحيان يوجد، لكنه قليل جدا، قليل جدا هذا السعي حتى للحوار مع المخالف. يعني أنا سلفي ومن السلفيين، قليل ما يحصل بيني وبين سلفي آخر مخالف لي في هذه الآراء حوار، مع أني يعني أنا من أكثر الناس الذي يدعو للحوار ويطلب الحوار وطالب بالحوار، لكن الكثير منهم ليس حريصا على ذلك. هل هو قليل ولا كثير؟ ويمكن في المجالس الخاصة تجد هذا النقد، ولكن أمام العامة هناك تخوف أحيانا البعض، وأنا أستمع حتى لبعض العلماء اللي يعني أثق فيهم، أنه بعض الآراء أراها متقدمة جدا، فإذا سألته ليش ما يعني تقولها مثلا لمريديك ومحبيك، أخشى مما تذكر من مبررات أنه أخشى أن أكون جسرا يعني لغيري من التيارات الأخرى حتى هذا يعني موجود. وفي أيضا ضعف الشجاعة الأدبية. أعرف كثيرا من أهل الفضل والعلم يؤيدني في كثير من النقد الذي يعارضني عليه كثير من التيار السلفي، فإذا أيدني أنا كثيرا من الأحيان أقول له: فأين صوتك؟ لماذا لا يبرز؟ يقول: يعني أنا لا أستطيع، ويعتذر باعتذارات واضح أنها الخوف فقط من فقدان الجمهور. الجمهور ضاغط، والبعض يخشى من أن يتعرض لضغوط كثيرة جدا من خلال التصريح بآرائه. وإلا كثير من النقدات التي ينتقدها علي بعض طلبة العلم والجمهور السلفي الصغير إن صح التعبير، كثير من رموزهم ومن علمائهم من يؤيدني عليها، لكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك. متفائل إن شاء الله بمرحلة تغيير قادمة. دكتور، في آخر كلمة إن شاء الله. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور حاتم الشريف الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لهذه الحلقة. والحلقة اليوم كانت عن الخطاب أو السلفية المعاصرة تحديدا وأثر الربيع العربي عليها، أو هي حتى وتغيراتها وتفاعلها بشكل أو بآخر مع الربيع العربي. سيكون هناك أيضا حوارات حول تيارات أخرى ومناهج تفكير مختلفة في عالمنا الإسلامي، كل ذلك في الأسابيع القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة. بنور الشريعة تمضي السنين كما شاءها الله رب السماء، وفقه العقيدة من خير دين لعبد غدا في الدنيا مسلما.
وخير كتاب لنا كل حين، بشائره مثل غيث هاما، وهدي الحبيب النبي الأمين، لأحيا على نهجه مكرما، لأحيا على نهجه مكرما. على كل درب لنا كل حين، وفي كل عصر شموخ سما، وفي كل عصر شموخ